مرة أخرى نعود، وكان الحديث في الفاصل جميل جدا، وكانت مفيدة معاها سؤال عن لما الإنسان بيصارح نفسه يعني وبيواجه مشكلته. بالظبط. كملي. أوقات كتيرة جدا في ستات أنا يعني بيبقوا في نص العمر، وبعدين بعد ما ربوا عيال وكبروا العيال وبتاع، بتيجي وهي بتصارح نفسها تقول ايه؟ طب انا بكره ايه نظام بكره؟ انا هفضل عايشه علشان خاطر ولادي ابقى بستعطفهم يجوا يسالوا عليا وبتاع؟ لا مش هينفع الكلام ده. انا هعمل مجموعه من الاصحاب، انا هعمل مش عارفه ايه. ومره تقول ايه؟ لا طب انا اتجوز تاني. ساعات المصارحه مع النفس بتطلع فرصه انت ما بتبقيش متوقعاها، انت ما بتبقاش حاطاها في دماغك، وتبتدي تاخدي اجراءات الفرصه الثانيه، وسبحان الله ربنا بيفتح وبيبعت النصيب او اكيد لان لازم نقطه البدايه تبقى من عندك انت. ممكن طبعا يعني انت اللي بتقرري بينك وبين نفسك انت اشد احتياجا لايه. هل مجموعه الاصدقاء انت ساتيسفايد معاهم ولا هم مش كفايه لازم يبقى في زوج تكملي معاه الرحله، ولا هي مجرد بنتك واولادها في المستقبل هم دول هيبقوا عيلتك. صارحي نفسك انت محتاجه ايه بالظبط، ونقطه البدايه تبقى من عندك وهيكون طالما انت عندك الاستعداد وقررتي يبقى باذن الله هيكون. قررت فده يخليني افتح عيني. انت حددتي هدف وهتشتغلي عليه، يبقى ان شاء الله هيكون. الجواز في الكبر بيبقى جواز ونس. يعني بيقولوا عليه كمان جواز الونس. يعني الست او الراجل عايش لوحده، ولاده كبروا ومحتاج حد يتكلم معاه، يقول له مع بعض في الكبر اللي هم اتنين كبار، مش في الكبر يبقى تفاصيل مع بعض. انا لسه داخله بعد التغيير. هو بيقول ايه دكتور؟ بيقول لك في الكبر لما يبقى في ونس فينا بقى في رجاله تفصى، يقول لك انا كبرت وفي نفس الوقت انا عندي فرصه، انا بتفقع من هذا الرجل. بنتكلم عن الشخصيه المتوازنه يا جماعه. دي شخصيات مش متوازنه، دي شخصيات مريضه. في شخصيات في بجد رجاله شخصيات مش عندهم مشكله مع سن ال60 او حاجه و60. اول ما بيخشوا، وانا مش قصدي كل الرجاله، انا قصدي بس مجموعه احنا بنقول في بعض الرجاله بعد سن ال65 بيجي لهم الاحساس انه الحياه خلاص، فبيقرر ان هو عايز فرصه تانية، يقوم راشق في فرصه تانية عندها 29 سنه، ويبقى واهم نفسه ان هو ده. ازاي يا رب كتر خيرك يا رب على الفرصه التانية، وهو عارف كويس قوي انه واخد مقلب كبير، واخد مصيبه. لازم نعتبر حاجه ان كل سن ليه احتياجاته. ماشي. وكل سن ليه جماله. احتياجات ال 65 سن ال 30 غير سن ال 40 غير سن ال 50 غير سن ال 60 غير كل سن، وكل سن دي اجمل حاجه فيه بيطلعها. يعني في ناس بتبقى جميله طول الوقت، يعني من احاسيس، من مشاعر، من فكر. احتياجات سن 65 ممكن اقول انا حاجه بعد اذنك؟ طب ممكن بس اتفضل. سن كل انسان ما بيكبر بيرجع تاني لنقطه ايه؟ البدايه وهو صغير. دي حاجه حبيبي. خلي بالك كل انسان ما بيكبر اللي هو زي ما لسه انتوا قايلين كبرت وبقيت لوحدي وانا هعمل ايه؟ هتجوز. التفكير ده بيبدا يساور ناس كتيره قوي على فكره في سن ال50. الونس زي ما بتقولوا طبعا، خصوصا لو ما كانش فيه زي ما حضرتك قلتي صداقات كتيره ومتعدده ومتنوعه ومتينه، والاولاد كبروا بيلاقي نفسه وحيد، يا اما راح قهوه المعاشات، يا اما راحه في النادي لوحدها قاعده ما بتكلمش حد. فبيبقى سن خطير جدا، ده اللي محتاج فيه الطبطبه. طب لو هو ما عندوش ده، طب ايه الروشته بقى؟ استعاده بقى الذكريات الجميله. يبدا مثلا يعني انا بقول لزوج وزوجه مع بعض، انتوا قضيتوا مع بعض اجمل سنوات عمركم وجبتوا اولاد كويسين قوي. فين عائلتي اولا؟ مفهوم العيله بتاعتي، انت اللي صنعت العيله دي. زي ما انت كده فخوره ان انت عملتي عيلتك، زي الست اللي اتكلمت فخوره ان هي عملت عيلتها وكلهم ناجحين. طيب هي وهو في بينهم تاريخ. الانسان تاريخ مش موقف عابر. يعني كل التاريخ الجميل والحاجات الحلوه اللي كانت بينهم، المواقف الايجابيه بحلوها ومره. عارفه حضرتك البوم الذكريات؟ كلنا لما بنجيب البوم ذكرياتنا مش بنبقى الله فاكره الموقف ده، فاكره لما كنا مع بعض يا ماما، فاكر يا بابا. استدعاء الذكريات الجميله ده مهم جدا مع الصفاء النفسي الداخلي اللي هو الواحد متسامح كيف يتكون الصفاء النفسي للكبير او للكبيره في وقت يكون مثلا قسي عليها؟ القسوه قسي عليها في يوم من الايام. احنا قلنا اهم حاجه بنشتغل على نفسنا كويس قوي، ان ما نخليش القسوه تبقى في مشاعرنا واحاسيسنا جدا قوي. عشان لو القسوه هيحصل تطهر نفسي، لانه لو القسوه جت في المشاعر كل حاجه تبقى صفر بعد كده. إيه؟ ايوه بس كده مفيش فرصه. الموده والرحمه. طب يعني هسال حضراتكم سؤال انتوا بتسالوا دايما، الموده والرحمه ولا الحب اكتر؟ الموده والرحمه. برافو عليكم. ما هو الموده يعني حب.
الموده والرحمه والرحمه والترحم في الكبر. يبقى يعني الموده لما والرحمه الاقي دي مراتي مش افعال. قادره تعمل لي ايوه يا المودة دكتور، الحب بس الصادق. احترامي لكل اللي انت بتقوله، اتفضلي. سن ال 65 عند ليه الراجل هبش. ليه يا مفيده معلقه على 65؟ معلش ما تزعلش مني. معلش كلهم 65. عايزه اقول لك لا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. الراجل 65 75 85 الراجل هو الراجل. الست لازم تتفهم انه لحد ال 95 كمان محتاج انه يتدلع، زي ما هتطبطب عليه، زي ما هتكون سكن وموده ورحمه، زي ما هتكون لازم معاك يا تكون دكتور، كل ده. بس هو ما بيبقاش عايز ياخد الموده والرحمه والدلع والطبطبه من دكتورة مراته، لا، ده هو عايز يحس بكلام اكتر. فهنا بصي كارثه الست هو انها معلوش فرص بتعتبره تانية في يا جماعة. السن ده، بتعتبره في السن ده يلا حسن الختام ده المفروض لا، بقى دي عيالي حالات وأولاده. شاذة. لا دي حالات- غلط لا، غلط بصي أنا هقول لحضرتك على لكن حاجة. بتتكلمي عن دول مرضى نفسيين مش طبيعيين، لكن الحد الطبيعي لو لقى ده من زوجته الكبيره في السن برضه عمره ما هيبص لا بس لبنته دكتورة ولا عواطف صغيرة عايزة أقول لك حاجة. أنت ليه مش متصورة كمان إن الست بتكبر، هو أوكي. بيكبر يكبر، هما يتم وهي برضه. بتكبر، إحنا عايزين نتكلم في الحتة هي دي. محتاجة إنه اللي يطبطب عليها، محتاجة يقول لها هي أنت كمان عملتي إيه، محتاجة، بس مش سويتي إيه، محتاجة. مش إن هي تحصيل حاصل. هما الاثنين لازم اتفضل. يتفهموا الاحتياجات دي. كلمتونا عن الفرصه الثانيه بالتغيير. في فرصه ثانيه في الفرصه الاولى. طبعا خلينا نتكلم بس معانا التليفونات. معانا التليفونات، ناخد منى. ضربت سؤال حلو. لا منى. جميل جدا. الو. أهلا يا منى. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هو انا من اسكندريه، انا أهلا. متجوزه بقالي 20 سنه. ما شاء الله. يزيدك. هو يعني انا ليا ولدين اصلا في ثانوي ما كويس، شاء الله. مرحله ثانوي، بس انا يعني انا بقى الشخصيه العكس اللي انتوا بتتكلموا عنها خالص، ان انا اصلا خايفه جدا من الطلاق. يعني هو طلقني مرتين بغضب ومستحمله وعايزه اعيش برضو عشان احساسي بس ان انا عايزه اولادي يبقى ليهم اب. يعني هو ضعف رغم ان انا بشتغل ورغم ان انا المفروض ابقى قويه، وكل الناس حواليا حتى اصحابي حتى عيلتي بيقولوا لي هو شخصيه غلط والمفروض انت اللي تسيبيه مش هو اللي يسيبك مش قادرة مرتين. تعتمد على نفسها. يعني وانت فاضل بتحبيه؟ طلقه واحده يعني، ومع ذلك انا اجبن من ان انا ابقى لوحدي. انا طب يعني منى، انا ممكن اسالك سؤال؟ انت مخلصه دراستك مش كده؟ عمرك انا ما بشتغل وبتشتغلي؟ بتشتغلي فين؟ انا دكتوره. خلاص. انت كمان دكتوره، ما شاء الله. يعني بتنزلي كل يوم الصبح وبتروحي شغلك الصبح وبترجعي، يعني عندك استقلال مادي. يعتبر يعني طبعا مش هيبقى زي ما يبقى معاهم، فاهماني؟ يعني بس المفروض ان كله بيقول لي حتى لو قلتي ماديا ارحم من ان تبقي. انا مش قصدي ان انا اشجعك على اي قرار، لكن انا مش قصدي اقول لك على قرار، لكن عايز يتكلم. لكن حته ان انت تبقي معتقده ان انت عايزه اولادك يبقوا ليهم اب، هم ليهم اب يا حبيبتي. هي موضوع عاطفي والدكتور زياده. الدكتور عايز يتكلم معاكي. دكتور علاء معاك. بص يا منى هانم، دلوقتي دايما لما بيجي لنا السؤال ده كتير قوي، وحضرتك هتفهميني. لو انت قادره ان انت زي ما قالت تبداي حياه جديده بعيد عن هذا الزوج، وان انت ما تعيشيش تضغطي على نفسك اكتر من اللي انت عشتيه من عمرك، وتكسبي تشتري عمرك اللي جاي، الله اعلم قد ايه عمرك اللي جاي، طالما انت مش محتاجه ماديا، وطالما ان انت قادره ان انتوا تنفصلوا بطريقه متحضره عشان الاولاد اللي بينكم. ولادها هي مرعوبه على اولادها، هي منى مش انا ممكن. عايزه اقول مش معنى لحضرتك ان حاجه. واحده ما عندها استقلال مادي انها تفكر في الطلاق. لا، أنا بتكلم يا منى دلوقتي على هي مشكله. يعني زي ما حضرتك قلت قبل كده، الكيس من دنا نفسه، يعني تشوف يمكن عندها يعني أخطاء برضه. لو انتوا قدرتوا توصلوا إحنا مع بعض، بنسمع من يعني طرف واحد. ما احنا لسه من طرف واحد، بس هي بتقول 20 سنه بتعاني وبتبكي، انا بقول هي تقعد مع نفسها سامحيني وتحسب. طبعا، بس لا، أنا وتحسب عايزة هل ان هي تقدر ان هي تتعايش مع، اصل احنا مش عايشين معاها، فاحنا مش عايشين ما ده يا لا، دكتور، هي مشكلتها منى ده مش كلامها. هي مشكلتها ان هي دلوقتي ما يفرقش معاها جوزها، هي عايزه اولادها، هي عايزة أولادها. قلقانه على ان خايفة من الطلاق. خايفه من الطلاق. بس بتقول قالوا لي، هم بيقولوا لي ما تكمليش لا، معاه، لكن هي عندها الطاقه. عندها الطاقه. عندها الطاقة إنها طاقة إيه؟ يعني عندك الطاقه إنها تكملي تكمل؟ معايا مدام منى؟ بتحبي. مدام منى لا، بتحبيه؟ حب مدام منى ايوه بتحبيه حضرتك؟ بتحبيه جوزك؟ بتحبيه؟ في بينكم علاقه طيبه؟ بيخاف عليكي؟ منى بتحبي بيحترمك، جوزك؟ بيقدرك؟ ايوه بتحبيه بتحبه وبتقول لك هم بس انا اتخنت مرتين يعني، وعارفه وواجهت وعمل ورانا. ايه؟ تراجع مين خلاكي تواجهيه؟ تراجع يعني. أيوة. دلوقتي بقى هو دلوقتي، سوري يا منى سامعاني، يعني أيوة. هو دلوقتي رجع خلاص وبقى انسان سوي ولا ما بقاش انسان سوي؟ هي المشكله ان المعامله اصلا مش زي ما انا بتعامل. المشكله ان انا اللي بحب انا بس يعني اللي طيب. قدامك
بيبقى عايز بس منك العاطفه دي، لكن هو مختار بيك. منى ميرسي، احنا وصلت لنا الفكره بتاعتك. وفي ناس مهما نحن اتكلمنا ما بتبقاش عندها القدره على ان هي تواجه. اوضح فكره واحده بس. ناخد مكالمه تانية. ابو علاء. طيب معانا ابو علاء. ابو علاء. الو، اهلا يا ابو علاء. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. علي صوتك شويه. يسعد مساكم يا ستات. علي صوتك من فضلك. يسعد مساكم ستاتنا الكرام. اهلا بيك. انا ابو علاء العالم الروحاني، انا لبناني. وانا بقدم برنامج على قناه العروبه وزميل لكم، وبدي اسلم اهلا وسهلا على الدكتور علاء، وبدنا نقول له يسعد مساك يا دكتور. اهلا وسهلا. يسعد مساك حضرتك واهلا وسهلا. الله يخليك. انا كنت عم شوف البرنامج تاع حضرتكم، بس عندي مداخله بسيطه لو سمحتوا لي. تفضل. انا بس بدي احكي على التجربه الثانيه لما بتفشل. هو الموضوع انا بالنسبه لي كتجارب، لما الناس بيجوني وبيحكوني انه علينا كذبه او علينا سحر، فعاده وحقيقه ما بيكون عليهم هالامور هاي، وهذا اللي انا دائما عم حاربه ببرنامجي، لانه هالامور لازم تنتهي من مجتمعنا الاسلامي والعربي. ولكن للاسف ابو علاء استاذنك، احنا مش سامعين ولا كلمه. حضرتك حاول الاتصال مره تانية عشان نسمعك من فضلك، لانه صوتك عندنا مش منتظم. معانا ساميه. ناخد ساميه. استاذه ساميه. ساميه طيب احنا اسفين سبناكي مده طويله. ساميه متاسفين، ونطلع فاصل ونعود مره تانية للمواصله.